القصة بتبدأ بطيارة ركاب صغيرة كانت رايحة في طريقها لأمريكا، وفي اللحظة دي في راكب استغرب جدا وسأل المضيفة هو ليه مسار الرحلة اتغير فجأة كده. المضيفة بتشرح له وبتقول له إن الجو وحش جدا في المسار الأصلي، وعشان كده الطيار أخد قرار من نفسه يغير الطريق، ودلوقتي طيارة هتطير من فوق غابات الأمازون. ولأن طيارة ما كانتش فيها غير 8 ركاب بس، محدش اهتم بالموضوع قوي ولا خده بجدية. بس بعد شوية وقت فجأة الطيارة كلها بتبدأ تتهز وتترج بعنف شديد، والطيار لاحظ فجأة إن نظام تحديد المواقع الجي بي اس بتاع الطيارة وقف عن الشغل، وحتى لوحة التحكم ما بقتش بتستجيب لأي أوامر. الطيار حاول بسرعة يتواصل مع المحطة الأرضية، لكن محاولاته فشلت تماما لأن نظام الاتصالات اللاسلكي كمان كان اتعطل. بس أغرب حاجة في الموضوع إن طيار كان كأنه حاسس ومتوقع إن في حاجة كارثية هتحصل، وبطريقة ما قدر يمسك تليفونه وهو بيحاول يسيطر على الطيارة وسجل فيديو أخير. في الفيديو ده بيقول إن الطيارة دي مخبية أسرار كبيرة جدا، أسرار لما شافها شك من البداية إن في حادثة كبيرة هتحصل. ودلوقتي الطيارة بتنزل لتحت بسرعة مرعبة، ومفيش قدامهم غير غابة كثيفة وجبال عالية. الطيار بيحاول بأي طريقة يستخدم فروع الشجر عشان يقلل سرعة الطيارة شوية ويخفف من قوة الاصطدام. وبعد ما الطيارة اتزحلقت لعدة كيلومترات أخيرا وقفت. تقريبا كل الركاب اللي كانوا موجودين نجوا وفضلوا عايشين، لكن المضيفة اللي ما كانتش رابطة حزام الأمان ماتت في ساعتها. الركاب كلهم مرعوبين وبدأوا يتكلموا مع بعض ويسألوا هنعمل إيه دلوقتي. في الأول بيتأكدوا إن مفيش حد اتصاب إصابات خطيرة غير المضيفة اللي ماتت. بعد كده في راكبين راحوا بسرعة على كابينة القيادة عشان يطمنوا على حالة الطيار، لكنهم اتصدموا من المنظر اللي شافوه. فروع شجر ضخمة دخلت في صدر الطيار وطلعت من الناحية التانية، ومع ذلك كان لسه عايش بعجوبة. الراكبين بيحاولوا بالراحة يشيلوا الكرسي عشان الطيار يقدر يتنفس بشكل أحسن، وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت حريقة بتبدأ بره الطيارة. الركاب كلهم بيجروا بره الطيارة فورا وبيحاولوا يطفوا النار دي بأي طريقة، لأن لو الطيارة كلها ولعت مش هيلاقوا مكان يستخبوا فيه لحد ما فريق الإنقاذ يوصل. بعد شوية وقت الأمور بتهدى حبتين. دلوقتي الركاب التمانية قاعدين مع بعض بيحاولوا يفهموا هم في أي داهية من غابات الأمازون بعد ما المسار اتغير. مفيش أي إشارة في تليفون أي حد فيهم، وده معناه إن التواصل مع العالم الخارجي من غير تليفون متصل بالأقمار الصناعية في الغابة دي شبه مستحيل. الغابة دي ممتدة لمئات الأميال، والخروج منها على رجليهم كان مستحيل حرفيا. المصيبة الأكبر إن مفيش حد بره أصلا يعرف إن طيارتهم وقعت هنا، يعني مفيش حد هيجي يدور عليهم من الأساس. ساعتها واحد من الركاب اسمه جاك بيقترح إنهم يتعرفوا على بعض، وبيقول إنهم لو فهموا بعض هيقدروا ياخدوا قرار صح مع بعض على اللي هيعملوه بعدين. جاك بيعرف نفسه وبيقول إنه محقق تأمينات وشغلته يمنع الناس من عمليات النصب في التأمين، وإنه كان راجع أمريكا بعد ما خلص قضيته. بعده الراكب التاني بيقول اسمه كيفن، وده دكتور بشري. كيفن بيقول إنه بعد ما اشتغل دكتور لسنين فتح بيزنس للمعدات الطبية، وكان راجع أمريكا بسبب شغله ده. الدكتور كيفن لما شاف حالة الطيار فهم ان الاحبال الصوتيه بتاعته اتدمرت وعشان كده مش قادر يتكلم، بس الطيار كان الشخص الوحيد اللي ممكن يخرجهم من الورطه دي، عشان كده كان لازم ينقذوه باي ثمن. بعدين الراكبه الثالثه بتقول ان اسمها كريتسي، وبتقول انها بتحب تلف العالم وبتنزل فيديوهات السفر بتاعتها على السوشيال ميديا، بس لما سالوها عن ماضيها رفضت تقول اي حاجه. الراكب الرابع كان كارلوس، وده مصارع اصله من المكسيك وكان رايح امريكا عشان يشارك في بطوله قتال. بعدين بيجي درزوجين شباب بيعرفوا نفسهم، اسمهم داني وإيمي، وبيقولوا إنهم لسه متجوزين قريب ورايحين أمريكا يقضوا شهر العسل. وفي الآخر بيفضل قابل في منتصف العمر ديفيد وليزا. دول عندهم فندق في مدينة صغيرة في أمريكا، بس كانوا مسافرين عشان ديفيد هيعمل عملية في القلب، وبكده كل واحد عرف معلومة بسيطة عن التاني. دلوقتي معاهم الطيار المصاب اللي مش قادر ينطق بكلمة، وهنا جاك بيقترح عليهم إنهم يجمعوا كل الأكل والمية اللي فاضلين في الطيارة ويقسموهم كحصص عشان يعرفوا هيكفوهم كام يوم يقدروا يعيشوا فيهم. ولما بيراجعوا الحاجة بيكتشفوا إن الأكل والمية هيكفوهم 3 أيام بالكتير قوي. بعدها جاك بيقول إن لو مطرت أو حصلت عاصفة هيضطروا يستخبوا جوه الطيارة، وعشان كده لازم يبعدوا جثة المضيفة بره في مكان بعيد عشان يفضوا مساحة جوه الطيارة. الركاب كلهم بيتعاونوا ويخلصوا المهام البسيطة دي. دلوقتي قدامهم السؤال المرعب، هيخرجوا من هنا ازاي؟ جاك وباقي الركاب بيروحوا للطيار المصاب ويسألوه لو في أي تليفون متصل بالأقمار الصناعية في الطيارة عشان يطلبوا المساعدة من بره، وكمان كانوا عايزين يعرفوا ازاي الطيارة انحرفت عن مسارها الأصلي ودخلت الغابة دي، وازاي وقعت فجأة من غير ما يكون في أي طقس سيء. الطيار بيحاول يتكلم، كان باين عليه جدا انه عارف سر خطير، بس عشان مش قادر يتكلم معرفش يوصل لهم اي حاجة.
ساعتها جاك بيقول بما ان كيفن دكتور لازم هو اللي يعالج الطيار، لكن كيفن بيرفض فورا وبيقول ان انقاذ الطيار محتاج عمليه جراحيه، وهو ما عندهوش لا المعدات الطبيه الصح ولا الادويه في نص الغابه دي، ولو عمل العمليه دلوقتي الطيار ممكن يموت اسرع. عشان كده كلهم بيقرروا ان احسن حاجه يستنوا ويشوفوا حاله الطيار هتتحسن ولا لا. من ناحيه تانية ليزا بتطلع الاكل من طياره وبتوزع حصص صغيره على الكل. بعد ما اكلوا بداوا يحسوا بامان بسيط انهم ممكن يخرجوا من هنا. ساعتها كريتسي بتبص على جبل عالي قريب منهم وبتقول انهم لو طلعوا فوق الجبل يمكن يلقطوا اشاره في اي تليفون، ولازم يجربوا يعملوا كده، بس الوقت كان ليل خلاص. فاتفقوا انهم هيطلعوا الجبل الصبح. وفي اللحظه دي حاله الطيار بتبدا تسوء فجاه وتتدهور جدا، لدرجه ان كيفن اللي ما كانش بيعمل حاجه ادرك انه لو ما اتدخلش فورا الطيار كده كده هيموت، فبيقرر ياخد المخاطره. كيفن بيقول انه هيحاول يعمل الجراحه للطيار في ظروفه دي، وهل هيعيش ولا هيموت دي حاجه بتاعت ربنا وحظه. باقي الركاب بيسمعوا كلام كيفن وبيروحوا يدوروا على اي حاجه تنفع من الطياره، جمعوا سكين تقطيع خضار وكحول وشويه كراكيب تانية ممكن تنفع في الجراحه. الدكتور كيفن بيبدا الجراحه من غير اي بنج. الطيار بيفضل يصرخ ويتلوى من الالم المرعب، بس لحسن الحظ الجراحه بتنجح احسن من ما كانوا متوقعين. بعد ما خلص كيفن بيقول ان لو الطيار ارتاح طول الليل حالته ممكن تبقى احسن كتير الصبح، بس محدش فيهم كان يتخيل ايه اللي هيحصل لهم بالليل. وقت الليل وكلهم نايمين بره في شخص مقنع بيتسحب بالراحه ويروح لطيار المصاب وبيكتم انفاسه من بقه، وفي ثواني معدوده الطيار بيموت. الصبح لما الكل صحي بيتصدموا لما بيلاقوا جثه الطيار، لان حالته كانت احسن بكتير بعد الجراحه بالليل، وده كان الشخص الوحيد اللي هيقول لهم السر المهم. الدكتور كيفن بيفحصه وبيقول ان مفيش اي عدوى او تلوث حصل في جسمه، وده معناه ان موته ما كانش طبيعي. الكل بيبدا يتكلم ويلوم بعضه ان كان لازم حد يحرسه بالليل، بس خلاص فات الاوان. في النهايه بيقنعوا نفسهم ان يمكن مات بسبب اصابته، وبياخدوا جثته يحطوها جنب جثه المضيفه تحت شجره عشان لو فريق انقاذ وصل يقدروا يسلموا الجثتين لاهاليهم. بس محدش خد باله ان تليفون الطيار وقع من جيبه على الارض، وداني بياخده ويخبيه في هدوء. ولما ايمي بتسال عنه داني بيقول لها ما تقوليش لاي حد، لانه ما بقاش واثق في اي حد خالص. بعد كده داني بيروح لوحده لجثه الطيار ويقطع صباعه عشان يستخدم البصمه ويفتح التليفون. من الناحيه التانيه ديفيد وليزا بيتكلموا مع بعض في السر. ليزا بتقول لجوزها انها مش مقتنعه ان موت الطيار طبيعي، لانها كانت ممرضه قبل كده وشافت مريض بيموت مخنوق قدامها، وبتقول ان وش الطيار ازرق واسود بنفس الطريقه بالظبط، وده معناه ان في حد كتم نفسه بالقصد. بس هي ما قالتش الكلام ده لباقي الناس، لان ده معناه ان القاتل واحد من الثمانيه اللي موجودين. ديفيد بيتصدم وبيسال وليه اي راكب هيعوز يقتل الطيار، بس ليزا بتقول له انهم لازم يكتشفوا السبب ولازم ياخدوا بالهم جدا من دلوقتي وما يثقوش في اي حد غير نفسهم. في نفس اللحظه دي ليزا بتحس ان في حد بيراقبهم وبيسمع كلامهم، فبتسكت فورا. وفي ناحية تانية الرحالة كريستي بتروح لإيمي وبتقول لها إنها عارفة إن هي وداني مش رايحين شهر عسل بجد. هنا إيمي بتعترف بالسر وبتقول إنها بنت رجل أعمال غني جدا، وإن داني كان السواق بتاع عيلتها، بس حبوا بعض ولما عرفوا إن عيلتها عمرها ما هتوافق هربوا مع بعض لأمريكا. كريستي بتفهم إنهم كذبوا عشان محدش يشك فيهم. وفي الوقت ده كارلوس بيجي يفرحهم بخبر يجنن. لقي جهاز تحديد مواقع GPS في حطام الطيارة، وبيقول إنه لو خد الجهاز ده لقمة الجبل اللي جنبهم وشغله ممكن يجيبوا لهم مساعده واشارته هتوصل لمسافه بعيده. وكمان كارلوس بيقول انه هيقدر يصلح الجهاز التالف ده لحد بكره. الكل بياخد نفس عميق ويحس براحه كبيره لان اخيرا ظهر امل انهم يخرجوا من الجحيم ده. كارلوس بيحكي لهم ان ابوه كان شغال كهربائي وهو اتعلم منه الصنعه دي، بس هو كان عايز يبقى مقاتل عشان كده ساب شغل ابوه. جاك بيقول تمام النهارده كارلوس يصلح الجهاز وبكره الصبح كلنا نطلع على الجبل ونشغله. بس فجاه ليزا بتنزل عليهم بخبر كارثي، بتقول لهم ان الاكل اتسرق، ورغم انهم محبوسين هنا بقالهم يوم واحد الاكل اللي كان مفروض يكفيهم 3 ايام تقريبا خلص. جاك وكريستي بيدخلوا الطياره فورا يحققوا مين اللي سرق الاكل، بيفهموا ان في حد قاصد يخلص الاكل بتاعهم. وفي اللحظه دي جاك بيلاحظ ان كريستي بتحقق بطريقه احترافيه جدا، فبيقول لها انها مستحيل تكون مجرد رحاله عاديه لان الناس العاديه مش بتحقق بالاسلوب ده. هنا كريستي بتعترف بالسر وبتقول انها في الحقيقه صحفيه استقصائيه بتسافر دول كتير عشان
عشان تفضح العصابات والمجرمين، وعشان كده كدبت عن هويتها عشان لو في مجرم بين الركاب ما يهاجمهاش. الواضح ان كل واحد هنا مخبي مصيبة في ماضيه، ولان الاكل والمية نقصوا جدا سابوا كارلوس يصلح الجهاز، وباقي المجموعة دخلوا الغابة يدوروا على اكل ومية. وهم ماشيين لقوا مشروم لونه ازرق. كريستي من خبرتها كصحفية بتعرف فورا ان المشروم ده سام جدا، ولو حد كله هيموت في خلال ساعات. بتحذرهم كلهم ان محدش يلمسه، وبتقول لهم ان المشروم ده بيطلع في الاماكن المبلله، يعني اكيد في مصدر ميه كبير قريب. مشوا شويه كمان ولقوا فعلا بركه ميه، بس الميه ما كانتش نظيفه وكان لازم يلاقوا طريقه يخلوها صالحه للشرب. وفجاه بيسمعوا صوت ضرب نار جاي من وراهم. الكل بيجري وهو مرعوب يشوف في ايه، ولما وصلوا لقوا ديفيد اصطاد قرد بالمسدس بتاعه عشان ياكلوه ويسدوا جوعهم. الحقيقه ان ديفيد وليزا كان معاهم مسدس ومخبيينه عن الكل، وليزا بتقول انهم كانوا مش عايزين يخوفوا حد عشان كده خبوا السر ده. ديفيد بيطبخ القرد وكلهم بياكلوا وجبه العشاء. من ناحيه تانية كريستي وجاك بيلاقوا طريقه يفلتروا بيها ميه البركه، وبكده مشكله الاكل والميه اتحلت على الاقل للنهارده. بس ايمي ما قدرتش تاكل لحم القرد، وعشان حصتها ما تبصش ديفيد بياكلها كمان. بعد الاكل جاك بيسال الكل لو في حد تاني مخبي حاجه خطيره زي مسدس ديفيد وليزا، لان دلوقتي من حقهم يعرفوا كل حاجه. ساعتها كارلوس بيفتح شنطته وبيوريهم قناع المصارعه بتاعه بس اللي بيمثل هويته كمقاتل، وبيقول انهم بكره هيبعتوا اشاره استغاثه بالجهاز، فمفيش داعي يخافوا من بعض دلوقتي. بس بالليل وكلهم نايمين فجاه ديفيد بيتعب جدا، وفي شخص مستخبي في الضلمه بيراقب اللي بيحصل. الشخص الغامض ده بيطلع تليفون ساتلايت بيتصل ببنت، وبيقول لها ان خطتهم ماشيه بنجاح لحد دلوقتي وانه هيسرع الاحداث اكتر. ده معناه ان في واحد من الركاب كان معاه تليفون ساتلايت ومخبيه عن الكل، واحتمال كبير يكون هو اللي ورا كل المصايب دي. بس ليه بيعمل كده؟ ده لسه لغز كبير. الصبح الكل بيصحى مفزوع على صوت عياط ليزا لان ديفيد مات بالليل. الدكتور كيفن بيفحصه وبيقول انه طالع من بقه رغاوي، يعني مات مسموم، وغالبا اكل المشروم السام اللي شافوه امبارح في الغابه. ليزا لما بتسمع كده بتتجنن وتصرخ في وشهم وتقول لهم ان في واحد في وسطهم بيقتلهم واحد ورا التاني، بس محدش قادر يفهم ليه ممكن حد يعمل كده. هما التمانية ما يعرفوش بعض اصلا من قبل الرحله. ساعتها ليزا بتعترف للكل ان موت الطيار ما كانش طبيعي، وانها عرفت ساعتها ان في حد كتم نفسه، بس ما رضتش تقول عشان ما يضربوش في بعض. ليزا بتفكرها انها قالت الكلام ده لديفيد، وانها حست ان في حد بيسمعهم، وده معناه ان اللي سمعهم هو اللي استهدف ديفيد وقتله، لان ديفيد قرب من الحقيقه. ودلوقتي الكل بيفهم ان لما كانوا في الغابه في حد سرق كام واحد من المشروم السام بالسر وحطهم في اكل ديفيد بالليل. بس الرعب الحقيقي ان ديفيد اكل كمان حصه ايمي، يعني غالبا القاتل كان قاصد يقتل ايمي مش هو. الرعب بياكل في قلوبهم، لان لو القاتل واحد منهم يبقى حياه الكل في خطر. وقوع الطياره فجاه وبعدين موت الناس واحد ورا التاني، كل ده بيثبت ان دي مش صدفه ولا حادثه، دي خطه مرسومه من البدايه. الكل بيبدا يبعد عن بعضه ومحدش طايق التاني ولا واثق فيه. في الناحيه التانيه داني بيوري ايمي تليفون الطيار اللي كان مخبيه، وفي التليفون ده كان في فيديو الطيار الاخير. الطيار بيقول بوضوح ان طياره مخبيه سر مرعب وانها وقعت بالقصد. داني وايمي بيوروا الفيديو للكل، ودلوقتي الكل اتاكد ان في لعبه قذره بتحصل، وان موت الطيار وديفيد ما كانش صدفه ابدا. في نفس الوقت كارلوس بيقول لهم انه اخيرا صلح جهاز الجي بي اس، وباقي بس يطلعوا قمه الجبل ويشغلوه. بس الثقه كانت منعدمه، لان لو القاتل الحقيقي بينهم عمره ما هيعوز ان المساعده توصل، ولو الجهاز اشتغل كلهم هينجوا. فبداوا يتجادلوا مين هيطلع الجبل ومين هيفضل يحرس المعسكر تحت. في النهايه جاك بيقول انه هيفضل يحرس المعسكر تحت، بينما كارلوس والدكتور كيفن وكريستي هيطلعوا يركبوا الجهاز على الجبل. الثلاثه بياخدوا الجهاز وبيبداوا يتسلقوا. الخطه كانت واضحه، لو واحد فيهم طلع هو القاتل الاتنين التانيين هيقدروا يسيطروا عليه. وهم طالعين كارلوس بيطلع لبانه يمضغها. كريستي بتبص على ورقه اللبانه وبتعرف ان دي من الاكل اللي اتسرق، يعني كارلوس هو اللي سرق الاكل. الشك بيبدا ياكل في دماغ كريستي ان كارلوس هو القاتل، بس ما بتتكلمش وما بتفضحوش، بتفضل تراقبه في صمت، ومن باب الاحتياط بتاخد منه الجهاز تشيله هي بحجه انها خايفه يبوظه. الثلاثه بيكملوا طريقهم للقمه ببطء، وبعد ساعات من التسلق المرعب بيوصلوا اخيرا. بس فجأة رجل كريست بتتزحلق وبتبقى متعلقة من على حافة الجبل، والمصيبة الأكبر إن الجهاز وقع من جنب الحافة. لو الجهاز ده وقع
يبقى املهم الاخير في النجاة هيضيع للابد. كريستي بتخاطر بحياتها وبتمسك الجهاز الاول. كارلوس وكيفن بيرموا نفسهم من غير تفكير ويسحبوها لفوق، وبينجحوا هما الاتنين ينقذوها هي والجهاز. بعد الموقف ده الثقة بتبدأ تتبني بينهم شوية، لان لو حد فيهم هو القاتل كان بكل سهولة سابها تموت، بس هما انقذوا حياة بعض. اخيرا كارلوس بيبدأ يركب الجهاز ويشغله. الدكتور كيفن بيبص في تليفونه يشوف الاشارة، بس لسه مفيش شبكة، يعني املهم الوحيد هو جهاز الجي بي اس ده. بعد شوية كارلوس بيفرحهم وبيقول لهم ان الجهاز اشتغل خلاص، وخلال ساعات الاشارة هتوصل لمسافات بعيدة. الشمس بتبدأ تغيب، فالتلاتة بيرجعوا للمعسكر تحت. اما تحت في المعسكر الباقيين الثقة بينهم بقت معدومة. ليزا ماسكة المسدس وبتقول لجاك يبعد عنها تماما، لان بعد موت جوزها بقت بتشك في خيالها. من ناحية تانية داني بيتعصب على ايمي وبيقول لها ان من هنا ورايح مش هتتكلم مع اي حد وهو اللي هيتصرف في كل حاجة. بس ايمي بتبدأ تشك في داني نفسه، حست انها عملت اكبر غلطة في حياتها لما هربت مع السواق بتاعها، لانها ما تعرفش اي حاجه عن ماضيه، كانت عميانه بالحب وهربت معاه. ودلوقتي الناس بتموت واحد ورا التاني في الغابه دي. لما داني بيسمع كلامها بيتجنن ويصرخ فيها ويقول لها لولا كان ماتت من زمان. ايمي بتترعب من المنظر ده لانها عمرها ما شافته متعصب كده، وبدات تندم على قرارها. وسط كل ده الاربعه اللي تحت بيبصوا لبعض بشك ورعب. بعد شويه كارلوس وكيفن وكريستي بيرجعوا من الجبل ويقولوا ان الجهاز اشتغل تمام، ولو حظهم حلو فريق الانقاذ هيوصل بكره. السبعه اللي فاضلين بياكلوا العشاء في صمت مرعب واجواء متوتره، وكل واحد فيهم بيفكر ازاي يقدر يعيش لبكره الصبح. بس بالليل الكل بينام، بس كارلوس بيقوم لوحده يتمرن. كان مهووس بالبطوله بتاعته لدرجه انه في الجحيم ده كل اللي يهمه تدريبه، وعشان كده سرق الاكل من الاول عشان يحافظ على نظامه الغذائي. بس فجاه كارلوس بيلمح شخص لابس اسود في اسود واقف في الضلمه قدامه، والرعب ان الشخص ده كان لابس قناع المصارعه بتاع كارلوس نفسه. وقبل ما يستوعب الشخص الغامض ده بيهجم عليه بسكينه ويطعنه، وفي ثواني بيكون كارلوس مقتول. الصبح الكل بيصحى ومحدش لاقي كارلوس. جاك بيقول ان لازم نتفرق وندور عليه، بس كيفن بيفكرهم ان لو الجهاز شغال كان زمان فرق الانقاذ وصلت. ما كانوش يعرفوا ان في حد بالليل قطع سلك جهاز الجي بي اس، يعني مفيش اي اشاره بتتبعت لبره اصلا. وبدون ما يعرفوا الحقيقه بيدخلوا الغابه يدوروا على كارلوس، بس بعد تدوير كتير ما لقوش ليه اي اثر. ساعتها كيفن بيقول لازم نطلع الجبل تاني نتأكد من الجهاز. كريستي بتقول هتيجي معاه لأن مشي أي حد لوحده دلوقتي بقى انتحار. وهم طالعين الجبل بيلمحوا طيور كتير بتلف في مكان واحد في السماء، بيفهموا فورا إن في مصيبة حصلت هناك، فبيسيبوا طريق الجبل ويروحوا ناحية الطيور. ولما بيوصلوا قلبهم بيقف من الرعب. جثة كارلوس مرمية هناك، القاتل قتله بالليل ورمى جثته في المكان ده. كيفن وكريستي بيرجعوا المعسكر ويقولوا لهم إنهم خسروا واحد كمان. هنا الشك كله بيروح لداني وايمي، لان كارلوس كان نايم جنبهم بالليل. ورغم ان داني بيحاول يدافع عن نفسه ويقول ايه اللي يخليه يعمل كده، بس في سؤال واحد بياكل في دماغهم، لو القاتل واحد منهم ايه هدفه وليه بيقتلهم واحد ورا التاني؟ فجأة ليزا بتفجر قنبلة وتقول ان رصاص مسدسها اتسرق بالليل وما بقاش معاها غير رصاصة واحدة في جيبها. كيفن بيسمع كده وبيقول انه لما كان بيعالج داني شاف وشم على ظهره، والوشم ده مش بيعمله غير بتوع العصابات، يعني داني ممكن يكون تبع عصابة. ولأن إيمي ما تعرفش حاجة عن ماضيه الشك فيه بيكبر أكتر وأكتر. بس داني بيدافع عن نفسه وبيقول إنه ما عملش الوشم ده بمزاجه، وإنه دخل السجن ظلم، وهناك بتوع العصابات هم اللي دقوه له بالعافية. وبيقول إنه لما خرج قرر يتوب ويغير حياته واشتغل سواق عند عيلة إيمي وحبها. داني بيحلف إنه مش مجرم وما عملش كل ده، وبيقول لإيمي إنه من الأول كان طمعان في فلوسها بس بعدين حبها بجد ومستعد يعمل أي حاجة عشان يحميها. في الوقت ده الليل بيدخل وفجأة عاصفة شديدة ومطر تقيل بيضرب الغابة. الكل بيجري يستخبى جوه الطيارة، بس فجأة بيشوفوا الحقيقة اللي يمكن تكون سبب كل المصايب دي. من شدة المطر جزء من سقف الطيارة بينهار وبيقع منه شنط كبيرة جدا، ولما جاك بيشيل السقف وبيبص كويس بيتصدموا. الشنط دي مليانة أكياس بيضة، بيفهموا في ثانية إن دي مخدرات وتمنها ملايين. الرؤية بتبدأ توضح، شركة الطيران دي بتستخدم الرحلات العادية كغطاء لتهريب المخدرات، وعشان كده تذاكر الطيارة دي كانت رخيصة جدا. داني اللي كان شغال مع عصابة قبل كده بيعرف فورا ان دي عملية تهريب مخدرات ضخمة، وبيفهم ان سر الشركة اتفضح بطريقة ما، وعشان كده الطيارة وقعت بالقصد في الغابة دي. دلوقتي الكل اتأكد ان القاتل اللي بينهم عايز يسرق المخدرات دي لنفسه، بس لسه في أسئلة. لو الهدف هو المخدرات اللي بيقتل الناس واحد ورا التاني؟ في وسط كل ده ايمي بيجي لها نوبة هلع وتجري بره الطيارة في العاصفة، حست ان اللي عمل كده هيقتلهم كلهم. داني بيجري وراها بسرعة. كيفن بيقول ان محدش المفروض
المفروض يخرج لوحده دلوقتي. فليزا بتاخد المسدس وتخرج تدور على ايمي. بره المطر والعاصفه مخليين مفيش اي صوت مسموع. ليزا ماشيه بتدور وفجاه القاتل الغامض بيهجم عليها من ظهرها، بيطعنها بالسكينه كذا مره، وقبل ما تلفظ انفاسها الاخيره ليزا بتحاول تشد القناع من على وشه عشان تعرف هو مين، بس بتفشل، وفي ثواني ليزا بتموت. الصبح الباقيين بيشوفوا جثه ليزا وبينهاروا تماما. حاولوا بكل الطرق بس القاتل مصر يخطفهم واحد ورا تاني، ودلوقتي الشك بقى قاتل بين اللي فاضلين بس مفيش دليل قاطع. وفجاه كريست بترفع المسدس في وش جاك وبتقول له انها لقت رصاص ليزا المسروق في شنطته. ده معناه ان جاك هو القاتل، بس ده مش الدليل الوحيد، لقت كمان تليفون ساتلايت في شنطته. كريست بقت متاكده مليون في الميه ان جاك هو اللي ورا كل ده. جاك بيحلف انه بريء وبيقول ايوه انا اخدت الرصاص من مسدس ليزا، بس عملت كده لاني كنت شاكك انها القاتله وكنت عايز احمي الباقيين، لكن التليفون ده مش بتاعي. جاك بيقول ان القاتل الحقيقي هو اللي حط التليفون في شنطته عشان يلبسه التهمه. كيفن بيتدخل بسرعه وبيقول انهم لازم يستخدموا التليفون ده فورا عشان يطلبوا مساعده، بس كريستي بتقول انها جربت بس التليفون عليه باسورد وما بيشتغلش من غيره، ولان التليفون كان في شنطه جاك الكل مقتنع ان محدش يعرف الباسورد غيره، بس جاك بيحلف كتير ان التليفون مش بتاعه وما يعرفش اي باسورد. تاني الدم بيغلي في عروقه وبيهجم على جاك، بس كيفن بيمنعه وبيقول له لو قتلناه التليفون عمره ما هيتفتح وساعتها هنعفن هنا ومش هنخرج، فعشان كده لازم يخلوا جاك عايش. بيربطوا جاك بقوه. الاربعه اللي فاضلين بيقرروا ان في حد فيهم لازم يخلي جاك ينطق السر، والمهمه دي بتروح للدكتور كيفن. كيفن بيروح لجاك ويساله تاني على الباسورد، بس جاك بيصر انه ما يعرفش حاجه. كيفن ما بيلاقيش حل غير انه يعذبه، بيبدا يخلع ضوافر جاك حرفيا. في نفس الوقت ده كريستي وداني وايمي بيطلعوا الجبل عشان يشيكوا على الجي بي اس، ولما بيوصلوا بيتصدموا لان سلك الجهاز كان مقطوع، يعني طول الفتره دي ما فيش ولا اشاره طلعت بره. كريستي بتربط السلك بسرعه واخيرا الجهاز بيرجع يشتغل تاني، واحداثياتهم بتوصل لامريكا. في امريكا كان بقالهم ايام بيدوروا على الطياره دي، بس المشكله ان موقعهم كان في جزء من الامازون بره حدود امريكا، والشركه اصلا مش مسجله في امريكا، فعشان كده الجيش الامريكي مش هيقدر يتدخل هناك. في نفس الوقت محققه حكوميه اسمها كلير بتروح مقر شركه الطيران، بتؤمر بفتح تحقيق ضد الشركه لان عندهم طياره مختفيه بقالها ايام وما بلغوش حد. الطياره وقعت بره امريكا ومفيش غير الجيش المكسيكي اللي يقدر يدخل هنا، وهنا بتظهر مفاجاه تقلب الموازين. المحققه كلير تطلع اصلا مرات جاك، وجاك كان رايح في مهمه سريه ضد الشركه عشان يحقق في تهريب المخدرات، وكلير كانت بتحاول تدور عليه. بعد المفاجاه دي في حاجه واحده بقت واضحه زي الشمس، جاك مستحيل يكون القاتل، بس الناس اللي في الغابه لسه شاكين فيه. نرجع للغابه. كريستي بتروح لجاك لوحدها، بدات تحس انه مظلوم وبيتلبس تهمه. جاك بيفهمها ويقول لها لو انا القاتل ما كنتش سرقت الرصاص، بس كنت سرقت المسدس وقتلتكم كلكم بسهوله وما عملتش كده. كلامه بيدخل دماغ كريستي فبتفك رباطه في السر وبتقول له يهرب بسرعه عشان ما حدش يعذبه تاني. الصبح بيجي والكل بيتصدم لما بيلاقوا جاك هرب. كريستي بتعمل عبيطه وكانها ما تعرفش حاجه، بس داني وايمي بيترعبوا لان لو جاك هو القاتل فدلوقتي بقى حر وممكن ينتقم من اي حد، وخصوصا كيفن اللي عذبه بالليل. كيفن نفسه بدا يخاف على حياته. ساعتها داني بياخد قرار انه هياخد ايمي ويبعده عن الباقيين لان الثقه انعدمت تماما. كريستي بتحاول تعقله وتقول له لو اتفرقنا هنبقى صيد سهل للقاتل، بس داني بيرد ويقول لها احنا مع بعض من بدري والناس عماله تموت، الاحسن نبعد. من الناحيه تانية جاك بيبعد عن المعسكر وبيدور على مكان امن يستخبى فيه لان مفيش حد بيصدقه غير كريستي وكله فاكره القاتل. في الوقت ده داني بيطمن ايمي ويقول لها انه مش هيسمح لاي حاجه تاذيها وان الجي بي اس اشتغل خلاص وفريق الانقاذ في طريق، وفعلا ده اللي حصل. الجيش المكسيكي لقط الاشاره اخيرا وفرقه من الجيش طلعت بهليكوبتر رايحه على غابات الامازون. في الغابه داني وايمي قاعدين مع بعض وباقي المجموعه متفرقين، وفجاه الغابه كلها بتترج بصوت ضرب نار. الكل بيجري مرعوب على المعسكر عشان يشوف فيه ايه، ولما بيوصلوا بيتسمروا مكانهم من الصدمه. جثث داني وايمي غرقانه في دمها على الارض، حد ضربهم بالنار من ظهرهم وقتلهم. دلوقتي ما بقاش فاضل في الغابه دي غير 3 بس، كريستي والدكتور كيفن وجاك. ال3 بيبصوا لبعض بنظرات كلها رعب وشك لان كده اللعبه بقت على المكشوف. القاتل الحقيقي اللي قتلهم واحد ورا التاني هو واحد من ال3 دول، وفي نفس اللحظه دي هليكوبتر الجيش بتقرب من موقعهم. القصه لسه فيها تويستات ومفاجآت مجنونه، وهنعرف مين هو القاتل الحقيقي ومين العقل المدبر ورا وقوع الطياره دي كلها، بس كل ده هنشوفه في الجزء اللي جاي. وبتخلص قصتنا لحد هنا، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمه جدا بالنسبه لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثره زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان القصه اللي بعد كده توصل على شاشه موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.